كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبوي الشريف. ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض الفولية والسمسمية والحمصية بأسهل طريقة وأبسط مقادير وبأقل الإمكانيات. معايا أول حاجة لازم أجهزها إن أنا أجهز الصاج بتاعي بيكون مدهون بالزيت، والسكينة كمان بتكون مدهونة بالزيت، واللي أنا هفرد بيه كل الأدوات اللي أنا بستخدمها بتكون مفرودة مدهونة بالزيت. هحضر معايا هنا نص كوب سكر وربع كوباية مية وربع كوباية عسل كلوكوز، بحطهم عندي على النار، وبحط كمان معاهم ملح ليمون، بحط رشة كده بين صوابعي للملح الليمون، وهسيبهم على النار. انا مش هقلبهم واسيبهم لحد ما يغلوا. في نفس الوقت انا هحط معايا هنا ربع كيلو سمسم، النهارده هنعمل كل مقاديرنا ربع كيلو سمسم، احطه وهدي عليه النار خاص بحيث يفضل سخن وانا شغالة في الشربات بتاع السمسمية. هبدأ ان انا اخد عندي اول ما هيبدأ يغلي كويس هبدأ ان انا اختبره في مية تلج، وشايفين هي بتشد عندي، هحط معايا في المية ساعة لحد ما توصل عندي ان هي تتكسر مني. اول ما تتكسر كده انا خلاص وصلت لدرجة الحرارة المطلوبة، اللي هي لو انت عندك ترمومتر هتوصل لحرارة 150 درجة مئوية، او هيبدأ الشربات بتاعي هيبقى مصفر. هاخد عندي هنا الصينيه طبعا بالسمسم بتكون سخنه عشان ما يقفش مني، وهبدا ان انا انزل. انا ما بنزلش بالكميه كلها مره واحده، بنزل شويه شويه لحد ما الم معايا السمسم، بحيث ان هو الشربات ما يكونش كتير. اخدت الكميه اللي انا عايزاها منه وفضل معايا شويه. انا هنا كنت عامله مقدارين عشان خاطر لسه هعمل كمان الفوليه. هبدأ ان انا افرد. انا هنا كنت دهنة عندي الصاج بالزيت، وهبدأ افرد معايا بالنشابة. هبدأ افرد السمسم بسمك وسط، ولا هو تخين، يعني بارتفاع حوالي سنتي، وهبدأ افرده كويس قبل ما يقفش السكر مني. هفرده كده كويس جدا. حتى الكيس اللي انا حطاه بكون دهناه زيت، ولو عشان خاطر انا لابسه هنا جوانتي جلوفز عشان خاطر درجة الحرارة بتكون عالية، لا قدر الله حرقها بيكون صعب. هفرده كويس جدا، وبعد كده هظبطه بسمك 1 سنتي. وكمان هبدأ ان انا هجيب عندي بعد ما بخلصه هجيب عندي السكينة واقطعه وهو لسه سخن. لازم تقطعيه وهو سخن، لكن لو انتي استمريتي وسبتيه لحد ما نشف منك مش هينفع ان انت تقطعيه تاني، لانه هيتكسر منك. فبقطعه وهو سخن، وبعد كده هتسيبيه حوالي تقريبا ربع ساعة وهتلاقيه نشف خالص، وهتبدأي انك انت تشيليه من الصاج وخلاص وتحفظيه عندك في علبة. شايفين حلوة جدا، وهتعملوا الطريقة في البيت ان شاء الله هتطلع احلى من بره، وهتكون اوفر معاكم. انا طبعا حطيت باقي الكميه لان انا كنت عامله المقدار يكفي معايا السمسميه والفوليه. نفس القصه برضو ان انا كمان الفوليه بالصينيه بيكونوا سخنين على النار، وبنزل برضو بالسيرب بتاع العسل شويه شويه عشان ما يبقاش كتير معايا، وتلاقي عندك الشربات ده ترسب من تحت فهتبقى معاكي ناشفه. فاللي هو يدوب ان هو يلم معاكي الفول ان هو يبقى ملزق في بعض، ويحافظ في نفس الوقت ان ما يكونش عندك كمية سيرب تكون كتيرة تنزل عندك من تحت. هقطعه برضو، السكينة بتكون مدهونة زيت، وبقطعه وهو سخن. لازم يتقطع وهو سخن، لان لو ما قطعناهوش وهو سخن هيتكسر ومش هينفع. انا عملت مقدار هنا اللي هو نفس المقدار، اللي هو نص كوباية سكر وربع كوباية عسل جلوكوز وربع كوباية مية ورشة ملح ليمون، لحد ما وصلت ان السيرب عندي احطه في مية ساعة يتكسر مني عشان يقطم ما يبقاش ملزق في بين الاسنان لما تيجي تاكليه. وهبدأ ان انا افردهم عندي في الصاج وهو مدهون، واخلي بالي جدا وانا بفرد لان درجة حرارته بتكون عالية جدا. وهبدأ ان انا اظبطه بقى. شايفين هو في نفس الصاج، انا عملته في نفس الصاج، ممكن في علبة. المهم هتظبطيه في اي مكان انت عايزاه ان شاء الله، حتى على الرخامة هتعمليه. طبعا احنا يعني هنعمله الكمية دي هتطلع معايا كمية حلوة قوي، ربع كيلو سمسم وربع كيلو حمص وربع كيلو فول، هتطلع معايا كمية حلوة جدا هتكفي اولادنا، وفي نفس الوقت هنكون عملناه في البيت طازة وحاجة نظيفة، وهتكون حلوة وجميلة هتعجبكم ان شاء الله. قطعته وهو سخن.
القصة دي كلها هتفضل يعني حوالي ربع ساعة لما يبرد خالص، وبعد كده هتقدميه وهيطلع معاكي الكمية الحلوة دي. في كمان كمية تانية منها هتطلع معاكي كمية حلوة قوي. شايفين بيتكسر مش بيقطم، انا بكسره اهو بايدي. بسيط جدا، والسمسمية كأنك شاريهم جاهزين من بره. بألف هنا وشفا على كل اللي جرب الطريقة. ولو وصلت معايا لحد هنا حط لايك واكتبي كومنت حلو كده زيك، وان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو. مع السلامة.